انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. القصة بتبدأ في لندن مع المفتش مايك اللي بياخد أكبر صدمة في حياته لما بيلاقي العميل 47 بنفسه في بيته ورافع عليه سلاح وبيشاور عليه. دلوقتي المفروض نتوقع إن الأكشن هيبدأ، بس اللي بيحصل بيكون غريب. بدل ما العميل 47 يضرب عليه نار، بيقول له يقعد وبعدين يسأله سؤال أغرب من الخيال: إزاي الراجل الطيب بيقرر يقتل إمتى؟ من هنا العميل 47 بياخدنا في رجوع لورا، بالتحديد من 3 شهور، وبنلاقي نفسنا في شاندي تاون. وهنا بنتعرف على المجموعة الغامضة المعروفة باسم المنظمة. الناس دي ليها يد في كل حكومة، وهدفهم الأساسي إنهم يصنعوا أخطر القتلة. ومرتزقة العالم شافهم، عربية تويوتا هيلوكس قديمة بتقف قدام مجمع محاط بحراسة شديدة. العصابة بتسحب واحد مربوط من العربية ويدخلوه جوه المبنى ويعلقوه بالسلاسل، والقائد بتاعهم ما بيضيعش وقت، بياخد ساطور وبيرضع دراع الراجل بضربة واحدة. ولما بيفكوا الكمامة من بقه، صوته بيكون غريب كأن في حاجة محشورة في زوره. والمفاجأة، الراجل اتجبر يبلع قنبلة، وبضغطة زر واحدة بوم، المكان كله بيتفجر وياخد اللي حواليه معاه. واللي ورا الجنون ده كله، زي ما توقعت، عملنا 47 قاتل بارد متدرب على الحياة دي من وهو طفل. بس الحركات اللي بيعملها العميل 47 ما بتعديش على الانتربول. مايك سكوت وزميله جينكنز وراه وبيتابعوه لحد بلد أفريقية، بس حظهم ما بيكملش. العميل 47 بيخلص مهمته وبيتحرك لهدف جديد في سانت بيترسبرغ، روسيا. في روسيا العميل 47 بيسكن في اوتيل، والراجل ده بياخد احتياطاته جدا، بيخبي سلاحه في ماكينة تلج بره، وبيرش كرات زجاجية عند الباب، ويفخخ المدخل بقنبلة ضغط، وكمان مش ناسي حبل الهروب مربوط في البلكونة. احتياطي دلوقتي وقت الشغل بيستلم رسالة مشفرة فيها هدفه الجاي: الرئيس الروسي ميخائيل بيلياكوف بسبب تحركاته السياسية بقى عنده أعداء تقال، ودلوقتي في علامة كبيرة على ظهره. أوامر العميل 47 واضحة: الاغتيال لازم يكون علني، ولازم الكل يشوفه في المؤتمر السياسي الجاي لبيلياكوف. عميلنا 47 بيكون هناك مستني اللحظة. الرئيس الروسي بيقف يرد على أسئلة الصحافة، و47 يغتنم الفرصة، بيصوب وبيصطاده بدقة قاتلة. بس القاتل البارد مش بيوقف هنا، بيحط السلاح في شنطة ويفجرها عشان يمسح الأدلة. بعد ما خلص مهمته، 47 بيستعد يسيب المدينة، بس قبل ما يركب القطر بيوصل له رسالة: لازم يتواصل مع المكتب، في شهدة شافته وقت التنفيذ، ولازم يقفل الملف. الشهدة اسمها نيكا بارونينا، و47 ما يضيعش وقت وبيوصل ليها وهي داخله العربيه. طلع السلاح، وبس نيكا بتبصله، بيوقف لحظه وفجاه رصاصه تعدي جنبه وتسيب واحد تاني طلع فيه عميل تاني مبعوث يقتل 47. بس 47 بيفلت بالعافيه. وفي نفس الوقت فريق انتربول مايك وجينكنز بيوصلوا اخيرا ل 47 في سانت بيترسبرغ، وعارفين ان ورا محاوله اغتيال الرئيس وتعاونوا مع المخابرات الروسيه. السلطات بتحاصروا وبيحاصروا المبنى اللي مستخبي فيه جوه مخبأه. 47 متلخبط، ازاي الرئيس بيلياكوف لسه عايش بعد الرصاصة في دماغه مع انه متأكد انه قتله؟ الوكالة مش راضية تقول له مين العميل. 47 بيقرر انه اتلعب بيه، وبيهددهم انه هيصفيهم كلهم لو طلعوا بيضحكوا عليه. وقبل ما الشرطة تقتحم عليه بيجيله تليفون ويعرف ان بيلياكوف نفسه هو اللي امر بالاغتيال. وفي نفس اللحظة الكرات الزجاجية بتتكسر، حد جاي. 47 بيجري، القنبلة بتنفجر وبيهرب من البلكونة ويتزحلق لتحت الشقة اللي تحت. بينزل في الممر وبيسترجع سلاحه من ماكينة الثلج ويتجهز لأشرس معركة في حياته. بينطلق بسرعة والسلاح شغال نار على الشرطة اللي مستنياه. بيكسر باب الأسانسير ويطلع فوقه، وبعدين يبدأ يضرب الشرطة اللي جوه وهم كانوا بيدوروا عليه، بس وهو ماشي في الكوريدور مكانه بيتكشف. مايك بيصوب عليه بالسلاح وبيقول له يقف مكانه لحد ما واحدة من عمال النظافة تقف ما بينهم، و47 يغتنم الفرصة ويجري على أوضة وبيتفادى وابل من الرصاص، ومن غير ما يقف لحظة بيطير من البلكونة وينط في النهر تحت ويهرب تاني بمعجزة. في مكان الحادث الانفجار خلى أوضة العميل 47 في حالة خراب، وما فيهاش غير شوية حاجات سليمة بتتفحص من انتربول والشرطة الروسية. في توتر واضح بين المجموعتين.
المخابرات الروسية بقيادة يوري ماركلوف واضح إنهم مش عايزين انتربول يتدخل، ومايك عنده إحساس إن يوري بيخبي حاجة. وفي نفس الوقت العميل الشاطر 47 ما بيضيعش وقت، بيخش محل يغير هدومه ويشتري ورد متنكل في شكل عامل توصيل ويروح على باب نيكا. أول ما تفتح يشدها ويسحبها بره ويرميها في شنطة عربيته، وبعدين يمشي بيها بسرعة. بياخدها الأوضة فاضية في أوتيل وعنده هدف واحد يعرف منها إجابات، ولما ما بتتعاونش يطلع المسدس وبيصوبه على راسها. بس قبل ما يضغط الزناد بيلاحظ تاتو على وشها. تاتو بيفكر بنفسه. الاتصال الغريب ده بيخليه يتردد وما بيقدرش يقتلها، وبيستوعب إن الاتنين هو ونيكا كانوا ضحية فخ، وكان المفروض يتخلصوا منهم مع بعض. وعشان كل المخارج متأمنة، 47 بيخطط خطة جديدة يغوص أكتر في روسيا ويدور على مخرج من هناك. بس مايك سكوت متوقع خطوته ومستنيه بالفعل في محطة القطر. لكن 47 دايما عنده حيلة. سرق لبس سواق القطر ولبسه عشان يتنكر وبيعدي من المحطة من غير ما حد يحس. بس مش الكل اتخدع. قاتل مبعوث عشان يقتل 47 بيشوفه وبيبدأ يلحقه، وسرعان ما جينكنز ومايك بيلقطوا أثره هما كمان، والمطاردة بتبدأ. أول ما 47 يعرف إن في ناس وراه بيطير من فوق السور ويختفي في أنفاق تحت. أول ما القاتل بيوصل بيبدأ هو و47 معركة شرسة، بس قوة وسرعة 47 بتخليه يكسب بسهولة. وقبل ما يخلص عليه بيشوف فيل ويدخل قطار واقف قريب، وبيظهر 3 قتلة تانيين وسلاحهم مرفوع. وبعد لحظة توتر كلهم يوافقوا يرموا السلاح ويسحبوا سيوفهم ويبدأ القتال. رغم انهم اكتر منه 47 بيثبت انه الافضل ويسيطر على المعركة. واحد ورا التاني بيوقعهم وبيستخدم سلاحهم ضدهم. وهو ماشي قاتل التالت بيحاول يغدر بيه، بس 47 يردوا بركلتين برجليه ويرميه بره القطر، وبيكملوا قتالهم بره. وضربات 47 القوية بتكسبوا المعركة. بياخد حزامه ويخنق القاتل لحد ما يموت، وبعد ما خلص على التلاتة بيرجع للأول يخلص عليه هو كمان. جينكنز بيوصل له و47 بينطلق على طول وبيمسك جينكنز كرهينة. مايك لما يشوف شريكه في خطر ما يبقاش قدامه حل غير إنه يفاوض عشان يطلق سراحه. يائس مايك بيتوسل عشان حياة جينكنز وحتى بيرمي سلاحه. 47 يستهل الفرصة ويضرب مايك رصاصة في صدره، لكن قبل ما يخلص عليه نيكا تتدخل وتتوسل له يسيب الضابط. والمفاجأة إنه بيوافق، ولما المسعفين يوصلوا 47 ونيكا يكونوا اختفوا. 47 غاضب من نيكا ويديها تحذير شديد، وهي توعد إنها مش هتتدخل تاني. وفي نفس الوقت يوري يفضل يضغط على مايك وجينكنز عشان يسيبوا البلد، لكن العكس بيحصل. شكهم في يوري بيزيد من غير ما يوري يعرف. ضباط انتربول زرعوا ميكروفون في جاكيته وبيسمعوا كل كلمة بيقولها لما توصل له مكالمة من رؤسائه. الغضب واضح. راجل واحد عملهم مشاكل كتير وساب وراه سيل من الجثث. مايك وجينكنز بيسمعوا وشكوكهم بتتأكد يوري متورط في المؤامرة كلها. في موسكو 47 بيظبط ميعاد مع عميل من CIA وبياخد كل الاحتياطات، وبيقترح صفقة يعمل لهم شغلانة وياخد مقابلها خدمة. CIA عايزين أخو بليكوف اللي اسمه يودري تاجر أسلحة وممنوعات يتصفى. يودري هيقابل تاجر سلاح ألماني اسمه برايس في اسطنبول، و47 ناوي يستغل علاقتهم. 47 بيسافر لاسطنبول وبيروح المطعم اللي برايس بيتعشى فيه، والجرسون بياخد له مشروب، و47 يحط فيه مادة. برايس يحس بمغص ويجري على الحمام. 47 يتبعه، بس البودي جاردز يفتشوه، ولما يدخلوه الحمام يطلع مسدس مخبيه في صندوق التواليت ويقتل البودي جاردز، وبعدين يحقن برايس بسم قاتل ويهرب من المطعم هو ونيكا ويروحوا على حفلة يودري بليكوف. 47 بيتفتش تفتيش كامل ويدخل، بس أول ما يقعد يودري يتبلغ إنه 47 محتال. يودري يسحب سلاح ويهدد واحدة جنبه عشان يرعب 47، لكن 47 مجهز خطة يرمي الشنطة على الترابيزة وتنفجر وتعمل حالة فوضى. 47 يمسك سلاحين
ويبدأ يضرب على العصابة، يستخبى ورا عمود ويستنى اللحظة المناسبة، وبعدين ينط فوق الكاونتر ويرمي قنبلة تدمر كل اللي حواليه، يقرب من يودري ويضربه في دماغه ويسيبه غرقان في دمه. رسالة لبليكوف. العلاقة بين 47 ونيكا بتقوى وهم راكبين على الحدود الروسية التركية. 47 عايز يكمل مهمته ويقضي على بليكوف، ولما القطر يوقف 47 يودع نيكا ويخليها متأثرة جدا. في مقر الانتربول جينكنز يكتشف صورة لبليكوف وهو بيخطب، وصورة تانية بتدينه في عشاء في نفس التوقيت، وهنا تتأكد شكوكهم فيه واحد مزيف مكان بليكوف. يوري بيستدعى بواسطة بليكوف المزيف، والمزيف غاضب إن الراجل الوحيد اللي يعرف سره لسه عايش، وبيؤمر يوري يقتل 47. في نفس الليلة يوري بيشتغل في مكتبه، فجأة النور يقطع، يخرج في الممر يشوف في إيه، لكن 47 بيهجم عليه ويمسكه، ولما يوري يفوق يلاقي نفسه مربوط بسلك شائك في بانيو مليان مية، والمية موصلة بجنريتور كهرباء في راديو متلزق في إيده. و47 يديله اختيار، يؤمر بقتل صديقه المزيف أو يتكهرب. يوري يتوسل ويعيط، ب47 يسيبه يصرخ ومحدش سامع. بليكوف يروح جنازة يدري، المكان محاصر بجنود وقناصة وضباط الانتربول. مايك وجينكنز موجودين متوقعين إن 47 هيجي رغم تحذيرهم. القائد الروسي يتجاهلهم وبليكوف يبدأ كلامه. في الوقت ده يوري المربوط يسمع الراديو ويخون بليكوف ويدي أوامر جديدة للقناص. القناص يضرب، بس الرصاصة تخبط في زجاج مضاد للرصاص ويتنشر الذعر. الجنود ياخدوا بليكوف بعيد ويرموا غاز يمنع المدنيين من الهروب. فجأة 47 يظهر في لبس جندي ويضرب بليكوف، وبعدها يفتح نار على كل طاقم الحراسة ويعمل كواد كيل. وبعد معركة يوصل لأوضة فاضية، قاتل تاني مستنيه، يتقتلوا، و47 يكسر دراعه ورجله وبعدين يدوس عليه ويخلص عليه. برا الكاتدرائية مايك يحس بحاجة مألوفة، يشوف رموز على الكنيسة نفس اللي شافها على مفتاح من أوضة 47، ويدرك إن كل حاجة كانت جزء من خطة 47، ويبلغ الجنود الروس. في الوقت ده 47 بيستجوب بليكوف المزيف، والمزيف يعترف إنه أمر بقتل الحقيقي عشان يمسك الحكم، وكان عايز يقتل 47 لأنه خطر. يحاول يعمل صفقة ويعرض يسيبهم أحياء هو ونيكا مقابل حياته، لكن 47 مش مهتم وكان ناوي يقتله من الأول. فجأة هليكوبتر تطلع من ورا وتفتح نار. 47 يستخبى ورا ترابيزة ويتفادى الضرب، وبعد ما يرجع الهدوء يقعد على نفس الكرسي اللي كان بليكوف عليه ويسلم نفسه. الجنود يقتحموا الأوضة ويمسكوه. مايك مش مصدق، أخيراً قبض على القاتل، يحطوه في العربية ويمشوا. بس الطريق يتقفل بعربيات كتير، وتكون المفاجأة CIA بقيادة الراجل اللي عمل معاه الصفقة. وفي وسط الفوضى 47 يهرب تاني ويسيب مايك يتعامل معاهم ويضيع منه للمرة التانية. نرجع لأول مشهد. 47 يوري جثة لمايك، جثة قاتل تاني، ويقول له قول إنك قبضت على القاتل ودي كانت النهاية. خلصنا الملخص يا فنان. لو كنت حاسس إنك عايز تعرف أكتر دوس لايك وسبسكرايب، بس لو مش حابب خليك على راحتك، بس بعدين ما تقوليش ما قلتلكش. يلا سلام يا بطل، وابقى خلي بالك لو شفتني في الشارع، أنا مش هكون هنا عشان أحكي الحكاية.